السلام عليكم ورحمة الله. تعال نشوف another case من احنا بنحسب ازاي الاقساط او بنشوف قيمة الفلوس بعد اكتر من سنة عشان نفاضل بين كاش اور كريدت، كاش او قسط. تعال نشوف كده مثال تاني ولكن مختلف باقساط مختلفة مش متساوية. لما نيجي نشوف الكيس هنا هتلاقيها مختلفة شوية. مختلفة ازاي؟ يعني مش زي اللي فاتت انك بتدفع على 3 سنين كل سنة رقم ثابت. لو رقم ثابت اوكي، طب لو مش ثابت هيبقى الموضوع مختلف شوية. احتمال. تعال نشوف كده. هنا قال لك هتدفع الشقة برضو ب 3 مليون، ما عندكش مشكلة. هتدفع اقساط على 3 سنين اوكي. السنة الأولى 40%، بعدين 35، بعدين 25. تناقصية المبلغ شوية، مفيش مشكلة. لو فرضنا ان ده الحل او حتى لو تصاعديه مش قصه، بس عايز احسب. في الحاله دي غالبا انا محتاج احسب قيمه الرقم ده لوحده وده لوحده وده لوحده. طيب هعمل ايه؟ تعال نشوف كده، ناخد الداتا الموجوده ونكتبها بالطريقه بتاعتنا ونشوف. الداتا اهي، ادي 30%، 35، 40%، 35%، 25%. هتجيبهم هم، يبقى دول كام؟ دول ال 3 مليون بتوعك، مليون و200، وادي مليون، وادي 750. مجموعهم 3 مليون. في الحالة دي أنت محتاج تخفض كل رقم من دول ب 21%. وتاني، التوتال مش هيطلع التخفيض بتاعه ب 21%. احنا محتاجين نعرف قيمة كل رقم من ده قل بقد إيه. طيب هنا الأرقام مش متساوية زي المرة اللي فاتت. تقول لي طب في الحالة ديت المرة اللي فاتت كنت بتكتب بتعمل كده وتقول بي في، وبعد كده بعد البي في تشوف تكتب البيمنت الثابتة، لأن البيمنت كانت متساوية. طب هنا مش متساوية، هعمل إيه؟ اقول لك هنضطر نجيبها واحده واحده وبعدين نشوف بتيجي ازاي في خطوه واحده، بدل ما نعمل سنه سنه. بس الاول هوريها لك سنه سنه. سنه سنه هتعمل كده وتاخد الريت، ادي الريت اهو. وبعد كده نمبر اوف بيريد، المفروض ده اول سنه بس انا هحسب كل سنه لوحدها. في الاول سنه يبقى انا هحسب السنه الاولى يبقى واحد. اوكي. بيمنت، عندك بيمنت متساويه؟ هنا لا، هي مش متساويه. خلاص لو مش متساويه معلش، زيرو. اللي بعدها اسمها ايه؟ فيوتشر فاليو. كام الفيوتشر فاليو؟ الفيوتشر فاليو اللي هو المليون و200. ما احنا بنتكلم واحنا في يير زيرو، عايزين نعرف البريزنت فاليو في يير زيرو. يبقى لما يعدي سنه هتبقى دفعت مليون و200، ده الفيوتشر فاليو. يبقى هتاخد ده كده تقول لي ده الفيوتشر فاليو. ادي واحده. طيب اللي بعدها نفس القصه، بيساوي بي في، كام الريت؟ 21، مفيش مشكله. نمبر اوف بيريد ايه؟ كام السنه الثانيه؟ يبقى 2. بيمنت، هتدفع حاجه متساويه؟ لا مش متساويه. الفيوتشر فاليو مليون 50. تمام. اوكي. والسنه الثالثه ماشي، اروح اعمل نفس القصه بقى اهي. ادي بي في. السنه الثالثه ادي الريت، وادي نمبر اوف بيريد السنه رقم 3. بيمنت زيرو. فيوتشر فاليو رقم ده. في الحاله ديت التوتال بتاعك اهو. كام؟ 2 مليون و100. كويس جدا. يبقى ده التوتال، ده التوتال ماشي ظريف، ما عندناش مشكله. التوتال ده بقى يعتبر لما تعمله يعمل لك ديسكاونت قد ايه؟ اقول لك هروح شايل ده من ده عشان اتاكد من الديسكاونت. ديسكاونت اللي عندك 800,000. كام في المية؟ بص كده. هو انت كنت منتظر يبقى 21؟ لا مش 21. كام؟ 29. طيب ده تمام. بس عندي قصه بقى. هو انا النهارده هقعد كل مره امشي سنه سنه زي ما انت بتعمل كده ونقعد فتره طويله؟ طب وافرض ان انا عامل تمويل عقاري على 20 سنه، هشتغلها سنه سنه؟ كتير صح؟ مفيش حاجه تجيب لي الرقم ده مره واحده. عندنا مش هيبقى بقى بريزنت فاليو، بقى اختها الثانيه تعمل كده، وهتعمل معادله ثانيه خالص اسمها نت بريزنت فاليو، ام بي في. نت بريزنت فاليو لما تستخدمها هتبدا تشوف هي مكتوب فيها ايه، ودي اسهل بكتير. نت بريزنت فاليو مطلوب فيها الريت، بص، نقطه بعد كده الفاليو اللي عندك. اتفضل ادي الفاليو، وبعدين ولا حاجه، الرقم جاي. خلاص هو ده هو ده. لان ممكن يكون عندك سنين سنين كتير، بس هي سنه سنه سنه، مش مشكله. لكن خلاص ما دام السنين اكتر
كتير، فمش هشتغل واحده واحده، نطلع ليفل من البريزنت فاليو وندخل نت بريزنت فاليو. استخدامنا هنا هنستخدم النت بريزنت فاليو، وادي الشكل العام بتاعها عشان تبقى عارف. النت بريزنت فاليو او صافي القيمه الحاليه بتديك الاب فرونت كاش، رقمك تدفع كاش كام، هو ده الرقم اللي المفروض تدفعه، اللي بيساوي في الفاليو ال 3 مليون. لو عايز يعمل لك ديسكاونت يعمل لك ديسكاونت تحت الرقم ده، لكن ده بيساوي ده بالظبط. لكن اوعى يقول لك اعلى من كده، اوعى يقول لك خصم 21%، فتقول له ده حلو جدا. لا ابدا، الصح بتاعك 29% في الكيس دي. لكن لو انت في دولة تانية والديسكاونت ريت مختلف، يبقى الارقام هتختلف ولكن الموديل واحد. دي الفكرة مهمة اللي احنا بنحسب عليها قد ايه النسبة او قد ايه الديسكاونت او دفع كاش هيبقى قد ايه. مهمة جدا الحسبة ديت. زي ما قلنا لما تكون النسب السنين بتاعتك، المبالغ اللي هتدفعها بيمنت مش متساوية، يبقى انت كده كنت الاول مبالغ متساوية، دلوقتي مبالغ مش متساوية. طيب خلاص يبقى تمام. يبقى ده الفكرة اللي انت بتتكلم عليها عشان تحسب الحسبة، وفي الغالب افضل لك بقى من الاخر تحسب بالنت بريزنت فاليو على طول. سيبك من البريزنت فاليو، بريزنت فاليو بتحسب رقم واحد. لكن في حسبة سنين ادخل على طول متساوي مش متساوي، ريح دماغك، ادخل باول على طول من الاول نت بريزنت فاليو. اشكركم شكرا جزيلا.